في أعماق السجون المغربية آلاف الوجوه، قصص معلقة بين جدران من حديد، الاكتظاظ بالغداوة ديالو والزنازين لم تعد تتسع. لكن في الكواليس يخرج إلى الضوء مشروع جديد اسمه العقوبات البديلة. هل نحن أمام ثورة في نظام العدالة أم أمام قناع يخفي أزمة أعمق؟ تقارير رسمية تكشف السجون المغربية تضم أكثر من 100,000 سجين، في حين لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية نصف ذلك. جرائم بسيطة مثل عدم أداء غرامات أو مخالفة مرور تملأ الزنازين وتستهلك موارد الدولة. الضغط أصبح لا يطاق، والحل عقوبات لا تنفذ خلف القدرات. إذن شنو هي العقوبات البديلة؟ هو قانون جديد كيقترح 3 آليات أساسية: الخدمة المجتمعية كأعمال للنفع العام بدل السجن، الغرامات المالية، دفع تعويضات أو مبالغ تحددها المحكمة، السوار الإلكتروني، مراقبة الجنات خارج السجن. فكرة تبدو إنسانية، لكنها تثير سؤالا مرعبا: هل سيتحول السجن إلى امتياز يفرض على الفقراء فقط؟ خليك معي لآخر الفيديو باش نعرفوا تفاصيل هذا القانون الجديد. ولا كنت أول مرة كتشوف الفيديو ديالي ما تنساش تعمل اشتراك، لايك وبارطاج مع صحابك. باش ندخلوا في الموضوع خصنا نطرحوا واحد المجموعة من الأسئلة. شكون اللي كيستافد؟ أنواع ديال العقوبات البديلة، واش هي تقييد الحقوق أم تدابير علاجية، وكيفاش كيتنفذ الحكم؟ ورجعوا لأول سؤال: شكون اللي كيستافد؟ أصحاب الجريمة اللي الجنحة ديالها أقل من 5 سنين حبس، ماشي جريمة خطيرة كالإرهاب، مخدرات، غسيل الأموال إلى آخره، ماشي راجع أي ما عنده سابق خطيرة. القاضي كيقيم خطورة الشخص ومصلحة الضحية. أنواع ديال العقوبات البديلة: أولا العمل لفائدة المصلحة العامة، ما بين 40 حتى 3600 ساعة خدمة عند جمعيات أو جماعات مؤسسات عمومية. الخدمة كتناسب السن والصحة والمهنة ديال المحبوس. ثانيا المراقبة الإلكترونية، عن طريق سوار إلكتروني كيراقب الحركة، برنامج تحركات محدد، مراقبة تقنية صارية. هذا القانون واش كيقيد الحقوق أم تدابير علاجية تأهيلية؟ المحبوس ما خاصوش يقرب من الضحية أو أماكن مشبوهة، يلتزم بعلاج من الإدمان أو التكوين إذا كان مدمن، يحذر عن جهات معينة بانتظام. أما الغرامة المالية فتحدد ما بين 100 حتى 2000 درهم اليوم، خاص صلح أو تعويض الضحية قبل انعقاد الجلسة، الأداء في أجل محدد حتى 6 شهور مع إمكانية التقصير. كيفاش كيصدر الحكم؟ المحكمة تقدم مباشرة في الحكم، تبدل الحبس بالبديل أو العكس، أو قاضي تطبيق العقوبات يحول العقوبة لاحقا إلا ما التزمش هذا المحبوس بالالتزامات ديالو. كيفاش كيتنفذ؟ كاين تتبع من النيابة العامة وقاضي العقوبات، تقارير دورية من الجهات المكلفة بالمراقبة أو مؤسسة مستفيدة. المنتقدون كيحذروا أن العقوبات البديلة قد تفتح بابا خطيرا من الإفلات من العقاب. الغني سيدفع والفقير سيبقى وراء القضبان. قد نرى مشاهد غريبة: موظف عمومي متورط في الفساد يكتفي بدفع الغرامة، بينما الشاب سرق هاتفا يظل سجينا بسبب. بعض القضاة والمحامين يرونها خطوة ضرورية لتخفيف الضغط عن السجون وإعادة دمج المخالفين في المجتمع. لكن آخرين يسألون: كيف نضمن تطبيق هذه العقوبة بعدالة؟ هل هناك آليات مراقبة حقيقية أم أن الأمر مجرد نصوص قانونية ستظل حبرا على ورق؟ العقوبات البديلة مشروع يسوق كإصلاح عميق للعدالة المغربية، لكن خلف الأبواب المغلقة يظل السؤال معلقا: هل سنشهد عدالة أكثر إنسانية أم مجرد مسرحية لإرضاء الرأي العام؟ الجواب سنكتشفه في السنوات القادمة. وإلى فيديو آخر ألقاكم، والسلام عليكم.